بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي محمود شرف علي، والد بنت إيمان محمود. كانت البنت تعالج من كانت البنت عندها حالة عصبية كده وحالة إغماء بيحصل لها، ورحنا كشفنا عليها عند مستشفى في الدكتور كده، قال لها إن هي بيجي لها عندها يعني كهرباء زيادة، فاداها علاج كيماويات فما تحسنتش عليه خالص، وربنا كرمنا. كان ليها آثار جانبية طبعا. كان فيها آثار جانبية، وحصل لها حالة إغماء وحالة إيحاء للترجيع. فربنا أكرمنا بالطب الفرعوني عن طريق الدكتور سعد المصري، فجي عمل لها كشف وعمل لها جلسات كهربائية عن طريق القدمين والمخ والأعصاب، والحمد لله في 3 جلسات عمله لها يعني، فالحمد لله في تحسن بعد الحالات اللي كانت عندها، وربنا يكرم ان شاء الله والأخت تكمل ان شاء الله. هل دلوقتي حضرتك بيحصل لها اغماء تاني زي الاول؟ لا الحمد لله بفضل الله ما فيش الاغماء دوت، وحتى نفسيتها الحمد لله بفضل الله كويسه غير الاول تماما. الحمد لله الجلسات نفعت نفسيا كمان وعضويا. الحمد لله بفضل الله. بيجي لها بره تشنجات او عندها توحد كده بتقعد مع نفسها زي الاول ولا دلوقتي بقت احسن؟ بدات تبقى طبيعيه الحمد لله، وتلعب وتجري زي الاطفال وكل حاجه الحمد لله رب العالمين. كانت بتحس بايه في اليوم اللي هي هتعمل فيه الجلسه؟ كانت بتبقى مبسوطه ولا خايفه؟ عندها سعاده جدا جامده اول لما تلاقي الدكتور سعد جاي لها البيت هنا ومستنياها فارغ الصبر، وتقول فين الدكتور عشان بيحب ايه، تحب الجلسات بتاعته ويحب يلعبها وكده تلعب معاه يعني. الحمد لله. تحبوا ان شاء الله يعني الحلقه دي الناس تشوفها عادي ولا لا؟ ان شاء الله يعني نفيد الناس بيها، وربنا يجعله خير ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. طب نشوف كده ايمان. ازيك يا ايمان؟ ازيك؟ سلمي عليك. احسن الحمد لله. حاسه انك انت مبسوطه؟ الحمد لله والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. قولي الحمد لله. مبسوطه بالجلسه ديت؟ الحمد لله. بيحس ان بيغمى عليكي تاني ولا خلاص؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله. يلا قولي باي باي للناس، للجمهور بقى. باي 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 يا حبيبتي.